5 أيام أنا في المطار رايح جاي. شوبير بيتكلم على إني أنا في أجندة وفتنة أنا بعملها. طيب ده اتهام لشوبير لنفسه بالخيانة للوطن. ليه؟ ده اتهام من شوبير لنفسه بالخيانة للوطن. انت عارف ان احمد الطيب موجود في قناة النيل وبينفذ اجندة ضد مصر اخوانية من قطر، وانت بتطلع معاه في التلفزيون وتسلمه الميكروفون مع الزميل احمد الطيب، ولما تيجي شكرا لاحمد الطيب وانت عايش معاه. اذا انت موافق، طب ما مشيتش ليه لما احمد بينفذ قضية اخوانية وتقول انا مش هطلع مع الراجل ده؟ حتى لو طلبت ان انت تكون في استوديو تاني ابعد يا اخي. ايه اللي خليك مشارك في تواجد احمد الطيب في هذا الامر؟ اعتقد دي حضرتك ترد عليها مش انا دلوقتي. ايه رايك؟ يعني جايز دي بقت جايز يا استاذ وائل. جاءته المعلومات تجمعت لديه. ايوه ما خدش بعضه ومشي ليه؟ ليه يشارك في الفتنه او يشارك في من يصنع الفتنه في نفس العمل؟ فتنه ايه يا استاذ وائل؟ انت لسه حد بيصدق الكلام ده؟ ينفع يتقال عليا انا اخواني؟ اديني اماره يا اخي. ما قلتش ليه من الاول الكلام ده؟ هم طلعوا لك جماهير الاهلي الاماره بتاعت شهداء التعليق اللي تحدثت فيه عن شهداء يبقى رابعه. طبعا قلت اتكلمت عن رابعه واتكلمت عن القوات المسلحه واتكلمت عن شهداء مصر في كل مكان. بس رابعه اعتصام دموي يا استاذ. دي كانت مرحله يا استاذ وائل، كانت مرحله. طب خلينا عشان طالما قلته اسمعه، لان هو ده بياخدوه كمان بيستندوا اليه نفذ اجنده اخوانيه قطريه. روح المواطن المصري غالية جدا جدا. كل الرحمة لشهدائنا، شهدائنا من الكل، الرحمة لشهدائنا من الكل، شهداء ثورة يناير وذكرى محمد محمود و30 يونيو اليوم العظيم، وشهداء رابعة من الإخوان المسلمين اللي هم إخواننا وأشقائنا وحبايبنا. ليه بنقول الله يرحم شهداء يناير؟ ما نقول الله يرحم شهداء يناير وشهداء رابعة وكل شهداء مصر وكل شهداء العرب وكل شهداء المسلمين. هتفرق ايه لما تتقال دي جنب دي؟ مش كده ولا ايه؟ حاجات بسيطة جدا يا ريت نبتدي ننتزعها من علاقاتنا بيننا وبين بعض، لانها الحقيقة بتعمل كتير من الامور في النفوس. احنا احوج ما يكون ان احنا ننتشل هذه العادات. الله يرحم كل امواتنا، كل امواتنا، كل اموات المسلمين. ده اللي طلعوه جماهير النادي الاهلي، انه اهو شوفوا بينفذ فعلا اجنده اخوانيه قطريه، بدليل انه تحدث عن شهداء رابعه. لازم نتحدث عن كل شهدائنا المسلمين. ناس ماتت مسلمه. ما هوش ممكن يكون القاتل شهيد والقتيل شهيد. الذين استشهدوا في فض اعتصام رابعه ضباط أيضا أطلق عليهم الرصاص. اعتصام رابعة كان دمويا، كان اعتصاما مسلحا، كان الهدف منه، أنا ما قلتش المعتصمين، كان الهدف منه اختطاف الدولة في مصر. يا سلام، أنا ما قلتش المعتصمين في رابعة، أنا قلت شهداء رابعة. الناس اللي ماتت المسلمين صحابي واصحابك. بس انت قلت من الاخوان المسلمين ومن الاخوان المسلمين. ايه المشكله يا استاذ وائل؟ ايه المشكله ما تقول من الاخوان المسلمين الله يرحمه؟ حتى لما مات مش عايزين له الرحمه. ما هم لو لا انا ما قلتلكش يعني انا ما قلتلكش يعني هنا يعني احنا لما احنا بنتكلم عن ان اعداد كبيره منهم ضحايا قتلوهم الذين جاءوا بهم الى هذا الاعتصام، ثم تخلوا عنهم وهربوا جميعا. وهربوا جميعا وبعضهم في ملابس النساء يعني. صحيح. انما لو انا تعاملت شهداء رابعه من جماعه الاخوان، ده خطاب اخواني. ولو انا قلت جماعه رابعه والجماعه الاخوان بس، وما قلتش من الجيش المصري ولا من الشرطه ولا الداخليه ولا من ثوره يناير، كان فعلا لازم يتوقف عندها. في النهايه احنا كنا محتاجين حاجه مهمه في هذا التوقيت. محتاجين ان انا ما اعايركش. محتاجين ان انا بس مش ما اخسركش. من الاخوان اخواننا اخوان من؟ يعني انت عارف الاخوان ولائهم للتنظيم الدولي للاخوان وليس. ما الاخوان المسلمين لازال دلوقتي موجودين بيننا وبيشتغلوا معانا وبيشتغلوا في الانديه وبيشتغلوا في القنوات وبيشتغلوا مدربين وكانوا لاعبين، ولعب في النادي الاهلي احمد عبد الظاهر وعمل رابعه كده ومحدش عمل له حاجه ورجع يلعب وبيلعب لغايه دلوقتي. يعني هم الاخوان المسلمين. في النهايه التعبير عن الاخوان المسلمين هنا الانتماء التنظيمي
لا، الانتماء التنظيمي هي جماعه بحكم القانون، هي جماعه ارهابيه. مفيش كلام. يعني من أوكي، ينتمي ده اللي تنظيميا صدر. لجماعه الاخوان هو ينتمي لجماعه حلوة ارهابيه ويطبق تنظيمياً. عليه القانون. حلو قوي تنظيميا. اوكي. آه. احمد عبد الظاهر عمل كده، عملنا كذا كذا، وفي الاخر احمد عبد الظاهر موجود، مفيش حاجه. يا كابتن احمد، انت معلق رياضي، يعني الكلمه منك بتطلع والله محسوبه. وبالتالي هنا لما محسوبة. مش انا متحفظ. يعني بعض الذين قتلوا في رابعه بالفعل كانوا ضحايا لمن جاءوا بهم. بس انا في حاجه لمن جاءوا بهم. بس في حاجه جميل ان احنا نبدا، لكن ليسوا شهداء بمعنى ان يبقى القاتل هنا ارتكب جرما. يعني القاتل اللي كان بيدافع عن هوية الدولة الوطنية وبيدافع عن مصر لا يمكن ان اتهمه بذلك. ده خطاب اخواني. ده كده خطاب اخواني. لو قلت شهداء رابعة من الاخوان احبائنا واصدقائنا واخواتنا، ده خطاب اخواني. يبقى انا مش معنى كده اني بتهمك، انا انما الخطاب بهذا الشكل هو خطاب اخواني. اوكي. في نقطة مهمة جدا. ايه اللي حصل في الايام اللي فاتت دي كلها في التعامل مع من ينتمي الى جماعة الاخوان من الرياضيين؟ موجودين زي ما هم، زي مفيش مين؟ مشكلة، موجودين. لا زي مين؟ ما تقوليش موجودين. لا موجودين. مفيش يعني حد. كابتن محمد عامر قال عشان انا بنتمي لجماعة الاخوان او اني انا كده ما ادربش. ازاي ما ادربش يا جماعة في اي مكان؟ في الاخر الحمد لله راح ادرب في نادي المحل. هل كابتن مختار سألته قال لي لا صحة لذلك. لا انا قصدي هل الكابتن محمد عامر مثلا اخلاقه ولا طيبته ولا شخصيته ولا مشواره الكبير ولا عطائه خلاص اللي بينتمي ايوه كده، هو ده المقصود. عاطفيا او فكريا للجماعه ولا يرتكب جرما او حدش. وانا بعتبر ان اللي بينتمي لجماعه الاخوان ويعرف ان اخواني، المفروض ان هو طبعا والاقربين ليه المفروض يكونوا خطرين، ولا غلط؟ يعني لو واحد اخواني تنظيمي يعني مش المفروض ان ده تنظيمي وايه وبصوت عالي. المفروض ان هو من اسره ومجموعه اخوانيين ولا غلط؟ طب ما احمد شوبير اخوه اخواني يبقى احمد شوبير اخواني. واحمد شوبير يعني انتقد اخوه بل وتنصل منه حتى يعني. يعني انت دماغك يعني في احمد شوبير. ما هو الموضوع كله شخصا يا كابتن. الموضوع مش كده. لا الموضوع عندي. طب لماذا غضبت جماهير الاهلي ولماذا غضب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي؟ ما لازم يغضبوا بعد اللي حصل. لازم يغضبوا، وان شاء الله يغضبوا لفتره قصيره والموضوع هيبقى طبيعي. ما ينفعش. طب يعني هنا انا بس عشان اخلص الجزء ده بس انا يعني مصمم انك انزلقت في التعبير. قد يكون. شهداء رابعة ليسوا شهداء فيما يتعلق بجماعة الإخوان. في ضحايا قتلوهم الذين جاءوا بهم. قتلوهم الذين جاءوا بهم في هذا المعسكر الدموي لاستخدامهم. هم ضحايا لكن لو استخدمت التعبير في المطلق كده يبقى أنا ده خطاب إخوان. خلينا نعتبره كده. الاتهام بقى انك لا انت عايز تشعل فتنه في الوسط الرياضي وتعيد التعصب من جديد. والله اقول لحضرتك حاجه، انت عارف الكارثه الكبيره ايه؟ ان الاستاذ وائل الابراشي بقيمته الاعلاميه الكبيره في قناه وبرنامج ليه مكانه جباره في الوطن العربي، مش هنا وانا بره واعرف ان عشان واحد قال كلمه احنا عمالين نناقش حاجه زي كده بتاعت واحد قالها. لا انا ما بناقش قضيه واحد قالها. لا واحد قالها. احنا قلنا كام عنوان. لا ده واحد قالها. هو عشان يقول ده سؤال. ما هو سؤال واحد قاله النهارده. طب انا ارد على حضرتك في حاجه. الواحد ده طلب مني انا من فتره ان بنته وزوجها يروحوا يشتغلوا في قطر، وقال لي عايزهم في مكان امن ما فيهوش مشاكل، الوضع هنا تعبني وانا عايز اخد الولاد واحده على هناك، بس ما يعرفوش يا احمد ان دول ولادي. طلب مني كده. هل معنى كده ان ده الكابتن احمد شوبير؟ طبعا. امال ايه؟ طبعا اللي احمد شوبير اللي طلب منه انه هيحضر نهائي كاس الامير، راح له طب اجيب مراتي وبنتي معايا؟ لا لا مش انا بدي لك قد ايه هو مرتبط بهذا البلد اللي هو بيقول عليه مخطط. هو مرتبط بيه. كاس الامير مين؟ كاس امير قطر. لما دعوه عشان يحضروا امتى ده؟ في السنه اللي فاتت دي لما راح دعوه هناك، وكل النقاد الرياضيين بيروحوا هناك عادي جدا، ما فيش مشكله، كله جميل وكله زي الفل.
هو الكلام بس اللي بيبقى كده. لا لكن هو الدنيا حد قال حلوة. لك ما هو في محللين، ما الكابتن احمد حسام ميدو، ما طبعا حازم كتير امام كتير وغيرهم كتير، ورياضيين ومدربين واداريين يعني وحاجه ما فيش مشكله خالص. لكن انا بتكلم على ان هو نفسه كان هناك وطلب ان زوجته وبنته يروحوا، وراحوا فعلا وحضر وقت جميل، ما فيش مشكله خالص. انت اذا انت بتتعامل مع مكان فيه مخطط ضدك ولا ليه طيب انت قلت ان احمد فيه مخطط، صح يا اخي؟ اثبت. طب اذا فرض ما اثبتش ان احمد فيه مخطط لكده، نعمل في ايه ده؟ زي مزور برضه؟ يعني يزور ونسيبه يطلع على التلفزيون ويبلغ ويتكلم الناس؟ كلمة مزور دي يا استاذ وائل يعني عايزه حكم محكمه محكمة حكم عليه بالتزوير. يا استاذ وائل ده قال انا لا مزور. ممكن الشريط يا جماعه لو موجود بتاعنا مزور، ما هو متاخد في اي سياق بس. طب ممكن نجيب الشريط موجود، ممكن نجيب موجود. هاتوا معانا يعني انا كده هبتدي كأن انا يعني ايه. استاذ وائل انت طول عمرك ما شاء الله الله اكبر عليك بتلغي العواطف. لا وانا بلغي لا العواطف موجوده عندك. لا والله عواطف الزماله او العلاقه والله باينه، انت مش كده على راحتك. لا والله بجد خلي بالك يعني ده بالعكس الكابتن احمد شوقي يمكن ان يغضب من هذا. ما طبعا انا ما بيهمنيش لكن هو في كل الاحوال هو له قيمته. وعايز اقول لك انه يعني هو اللي ربما عمل نقله كبيره في الاعلام الرياضي، يعني اشهد له بذلك يعني. لكن اختلف معه كثيرا سياسيا فكريا في استخدام بعض المصطلحات في بعض المعارك، لكن يعني لست مع الشخص على الدوام يعني. طب نشوف الكلام اللي انت بتقوله قاله الكابتن احمد شوبير مع زميلي مجدي الجلاد في حوار سابق. عشان كده خسرت الانتخابات اللي فاتت؟ لا انا خسرت انتخابات، ما انت عارف ان انا اكتسحت في الانتخابات. هو كان في انتخابات؟ انتخابات 2010 اللي هي من كام شهر. ما كانش في انتخابات. ما كانش في انتخابات. طبعا. يعني انت كنت كسبان؟ لا ما كنتش كسبان، ده انا كنت مكتسح. وبعدين ايه اللي حصل؟ الصناديق اتشالت وجت صناديق تاني. كده؟ طبعا. عيني عينك؟ طبعا. ده اللي شال الصناديق اصحابي. عشان كده عيطت يوميها يا شوبير؟ لا ما عيطتش خالص. لا دي ما قالوا ان كان في عينيك دموع. لا ما عيطتش. وصوتك راح. انفعلت جدا. انا تاني يوم كنت على الهوا. تاني يوم كنت على الصوت بيروح ده بيقعد 3-4 ايام يعني. تاني يوم كنت على الهوا في برنامجي بشتغل عادي، لكنه ما صدقتش انه في هذا الكم من البلطجه، هذا الكم من التزوير لاراده الناس يعني. بقيت في حاله ذهول يعني. ما جاتش في التسجيل يا استاذ وائل. طيب هو بيتكلم عن ان الانتخابات اتزورت يعني الانتخابات. لا قال انا زورت بايدي 5000 صوت. طب خلاص بقى جايز هم ما جابوهاش بدقه، لكن هو بس السياق هو بيتكلم عن انه هو كان في انتخابات كلها بتتم بهذا الاسلوب يعني. انت جميل على فكره. انا متفاجئ النهارده بيك، انت مش كده. انت بص انت كده انتخابات ايه؟ طب ما انا زي كان انا بقول لك هو كان في انتخاب، ما كانش في انتخابات بالفعل يعني. انت بتتكلم عن الانتخابات. لو قلت لي اي انتخابات في ظل الحزب الوطني لم تكن انتخابات، كانت مزوره. هم يزوروا انا ما زورش، جنبي بيسرقوا انا ما اسرقش. انا معاك. يبقى ينفع المزور يطلع على الشاشه يعظ الناس والشباب؟ اثق فيه؟ ايه ايوه فسرها لي دي والنبي. استخدام انت فسرت لي بتاعت الاخوان يعني والكلام ده استخدام الادوات واتفق معاك. فسر لي دي. لا انا مش مع ان حد يقول انا بستخدم نفس الادوات الفاسده اللي استخدمها غيري في الانتخابات. طب اللي قالها لو حد قال حتى في غير بيستخدم المال الفاسد بيشتري الناس، فما ينفعش يقول ايه وانا عملت كده مضطر يعني. كويس. طب اللي عمل دي بقى نعمل معاه ايه؟ نسيبه كده حر طليق؟ ماشي. ده بالعكس. طب ليه ما تعتبرهاش شجاعه في الاعتراف؟ يا جماله دي جديده يعني. في ناس بتزور وما بتعترفش. لا استاذ وائل انت جميل، انت مش كده. ايه ده؟ ايه ده؟ عمرك ما كنت كده. حياه سياسيه اول مره اشوف قلبك حنين كده. لا مش حنين والله. طيب. حياه سياسيه كلها. اذا كان انا بقول لك هذه الحياه السياسيه ودي الامر، انا لا اعترف بقواعدها انا بالتالي احنا قبل الثوره قبل 25 يناير. بالتالي ممكن نتكلم دلوقتي في ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد وريال مدريد فاز المره ال11. خد راحتك. طيب دلوقتي عشان طب مين كان معانا لا انا كنت عايز اقول حاجه قبل مين معانا. كابتن عمرو فاروق كان عايز بس انا كنت عايز اقول حاجه بس. اتفضل. اوعى يعتقد النادي الاهلي
بقيمته، بتاريخه، بإدارته، بلاعبيه، بجماهيره، إن ممكن أي حد أيا كان الحد يقلل من هذه القيمة أو المكانة. ممكن حد يدي للآخرين حقهم ويمتع في إنه بيديهم حقهم لكل من ينتمي إليهم، لكن عمر ده يا أستاذ وائل ما يكون على حساب التقليل من شأن وقيمة نادي بحجم النادي الأهلي ولا مسؤوليه ولا إدارته على مر التاريخ. وأعتقد إن كلنا بنستفيد وبنسعد بالنادي الأهلي، بنستفيد منه وبنسعد بيه. والنادي الأهلي كان مصدر السعادة للوطن العربي كله ولأفريقيا كلها، مش بس لمصر، في كتير من مشاركاته على مر التاريخ. فما ينفعش حد يقلل أو يحاول إنه يقلل من قيمة النادي الأهلي. دي نقطة لازم الكل يعرفها، لأن موضوع الكابتن أحمد شوبير